بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى الجمال ده. هنعمل النهاردة بقى فراخ محمرة كده جميلة بطريقة بسيطة جدا. بصوا بقى الجمال والحلاوة، حاجة كده بجد تفتح النفس. انا بشكر كل متابعيني وحبايب قلبي اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوة، انا بحبكم كتير في الله. بصوا بقى الجمال ده، بصوا بقى الملوخية الخضراء وجمالها. هنعملها مع بعض بخطوات بسيطة جدا يا حبايبي. بصوا بقى ريحتها بقى، ما اقولكوش على جمالها. اللي ما اشتركش بقى في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد انا بنزله. يلا بينا ندخل الفيديو نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. بصوا بقى الملوخيه طالعه لونها بجد تحفه. اللي بتظبطش معاه الملوخيه يمشي على الخطوات دي يا حبايبي. كده مكعبين زبده. لما الزبده تسخن معانا ننزل بسرعه بالفراخ، نديها بقى تشويحه حلوه كده عشان ناخد بقى شوربه جميله وطعم حلو قوي للفراخ. الطريقه دي جميله قوي، هتعجبكم احسن ما تسلقوها كده على طول. وهننزل عليها كده برشة فلفل اسود كده عشان تاخد معانا تحميرة حلوة كده. خدت معانا ده، هننزل بقى بالورق اللورا والحبهان، وهننزل كده بقى بالمية السخنة المغلية. يفضل تكون مغلية عشان تسرع معانا التسوية. بصوا بقى لون الشوربة ولون تحميرة الفراخ جميلة جدا، احسن ما تسلقوها كده على طول هتديكوا شوربة جميلة اوي. وهننزل كده ببصلاية ونقلبها بقى ونسيبها تستوي بقى براحتها تاخد وقتها. هننزل كده بالملح. بصوا بقى خلاص الفراخ كده دخلت في التسوية، نقلبها. بصوا بقى الشوربة جميلة ولونها جميل ازاي. كده خلاص الفراخ استوت معانا. كده الشوربة سخنت معانا، هننزل بقى بالملوخية. هنفكها كده بالمضرب بس ضربة كده. بصوا بقى لونها اخضر وجميل. بس كده فكت معانا. بقى بسن التومة كده، والتاتش ده مهم جدا يخلي الملوخية مسكرة وجميلة. وسنة كزبرة ناشفة كده. بس كده التست ده مهم جدا جدا في الملوخية. نعمل بقى طشة التومة كده بقى بالسمنة البلدي، الله بقى على ريحتها تجنن. هنستنى شوية ننزل عليها بالكزبرة لما تصفر معانا. هنحمر التومة بس شوية. يلا بينا بقى على الملوخية. الله بقى على الطشة، كله بقى أحلى ملوخية. وهننزل كده بالزبدة. ننزل بقى بالفراخ بتاعتنا نحمرها بقى تحميرة حلوة كده. ننزل بسرعة عشان الزبدة بتاعتنا ما تتحرقش. كده برشة ملح عشان الفراخ بتاعتنا تبقى مقرمشة وجميلة. ننزل كده بالفلفل الأسود، رشة فلفل أسود. بقى نقلب الفراخ. بصوا بقى اللون والجمال، الله. بصوا بقى رشة الملح دي تخلي الفراخ ما تلزقش معاكم، وفي نفس الوقت بتديكوا لون حلو قوي للبيت. بصوا بقى جمالها، الله. بس الفراخ بتاعتنا كده خدت تحميرة حلوة. بصوا بقى لونها وجمالها بجد تحفة. بصوا بقى الجمال. خلاص كده هنطلعها الفراخ. خلاص اخر بقى حاجة هنرش عليها رشة فلفل كده بسيطة بقى، تدينا بقى تست حلو قوي. حاجة بسيطة بس كده حبيبي. بصوا بقى جمالها ولونها. وكده خلاص يا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. بس بقى الفراخ طالعة معانا جميلة ولونها بص في منتهى الجمال. أكلة بسيطة وسهلة وكلنا طبعا بنحبها.
والملوخية بصوا بقى طالعة بقى مظبوطة معايا، ولونها وجمالها بجد روعة. لايك حلو بقى للملوخية الجميلة دي. واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس، واستنوني ان شاء الله فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.